مساء الخير عليكم واهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة من عيشها كورة. في عيشها كورة هنتكلم وهنحلل اداء النادي الاهلي تحت قيادة المدرب البرتغالي باسيرو او بازيرو، المدرب البرتغالي اللي عامل صداع كبير جدا جدا في دماغ جمهور النادي الاهلي، وفي انقسام كبير في الشارع الرياضي الاهلاوي. هو مش انقسام قوي، هو انقسام ما بين جمهور النادي الاهلي ومجلس ادارة النادي الاهلي على بقاء او رحيل هذا المدرب الذي لم يقنع الجمهور ولم يقنع احد مشجعي النادي الاهلي بأدائه او بحتى نتائجه. هو حتى الان فقد مع النادي الاهلي 10 نقاط متتالية من 12 مباراة، ولولا ان اللي ساعده في بقائه في هذا المنصب هو ايضا خسارة الأندية المنافسة للنادي الأهلي النقاط، أيضا زي مصر المقاصة والداخلية والزمالك والمصري، كلهم خسروا نقاط لا تقل عن 10 نقاط أيضا، وهو ده اللي مخلي النادي الأهلي في المركز الثاني أو الأول، وبكده ما يقدرش يكون في سبب لإقالته صريحة إلا لو كان قرار جريء زي ما عمل إدارة نادي الزمالك. عايزين نتكلم بشكل مفصل عن الأداء اللي بيلعب بيه النادي الأهلي أو عن الفنيات والتشكيل خاصة اللي بيلعب بيه بازيرو في النادي الأهلي. هنبدأ من أهم النقط أو أهم الأسئلة اللي دايما كانت بتجيلنا أو الكلام اللي بيجيلنا عامة كتير عن النادي الأهلي. هنبتدي بالاثنين الاستبراد وبالطرفين وبهجوم النادي الأهلي. دي أكتر حاجة فيها علامات استفهام كتير من تشكيل باسيرو أو من تغييراته. هنبدأ من ورا، هنبدأ بالاثنين استبارات أو الاثنين مساكين أو الاثنين مدافعين زي ما بنقول بالبلدي. أولا النادي الأهلي في 12 مباراة دخل في 10 أهداف، وده معدل مش سهل ومش بسيط. 10 أهداف فيهم أهداف متشابهة جدا جدا، وفيهم أهداف بتتعمل بالكربون وما بيكونش فيه أي تعلم للموضوع. إيه سبب الأسباب اللي ممكن تكون وراء هذا المعدل الكبير جدا جدا في دخول النادي الأهلي؟ من وجهة نظري الشخصية هو عدم ثبات 2 استبارات بشكل اساسي في النادي الاهلي. دايما بنشوف يا احمد حجازي ورامي ربيعه، يا محمد نجيب ورامي ربيعه، يا محمد نجيب واحمد حجازي، يا سعد سمير في البدايه مع يعني ما بتلاقيش فيه ثبات. واهم شيء بالذات في خط الظهر لازم يكون فيه تجانس وتفاهم، وده بيجي من الثبات على التشكيل. فحته ان انت عايز تخلي ان يكون في سياسه التدوير اللي هو بيتكلم دايما عليها في المؤتمر الصحفي، فده مش وقتها الا لما تثبت خالص الناس اللي ورا، يبقى خلاص معروف مين الاثنين اللي ورا، وبعد كده تقدر تعمل لهم سياسه التبديل. دي بتيجي واحده واحده. ننقل من الاثنين الاستبارات على الطرفين وهتكلم عليهم بشكل عام وبشكل خاص. بشكل عام الطرفين احمد فتحي صبر الرحيل 0 من 10، لا اداء دفاعي ولا اداء هجومي ولا حتى اوفر. تعال نتكلم على احمد فتحي بشكل خاص. هنقدر نقول على احمد فتحي لاعب كان كويس وكان جيد جدا وكان ليه امتيازات كتير قوي قوي قوي، لكن من بعد عودته من قطر ما بقاش ده موجود. ومش علشان اسمه احمد فتحي يبقى لازم يلعب. احمد فتحي ما بيدافعش كويس زي الاول، كل فاولات كل كوره اللي بيحتك بيها مع المنافس او الخصم بتكون فاول، مفيش كلام. لو رحنا على الناحية الهجومية بتاعته فهي معدومة بشكل 100%. اما بالنسبة للأوفرات حدث ولا حرج، احمد فتحي ما عملش ولا اوفر يقدر يتقال عليه اوفر في النادي الاهلي. مش هنقول جه منه جول، ما عملش اصلا اوفرات خالص. اما على التغطية فايضا احمد فتحي ضعيف فيها وما بيغطيش كويس. نفس الشيء بينطبق على صابر الرحيل، اللاعب الذي او اللاعب اللي المفروض ان هو بيكون الميزة فيه التلت الدفاعي او الحتة الدفاعية. برضو صابر الرحيل نقدر نقول لو عمل يعني في المباراة 50 اوفر ما بيتعملش منهم ولا واحد صح، ودي حاجة كارثية بالنسبة للطرفين، واللي المفروض يكون هو ده دورهم رقم 1
في اي لقاء او اي مباراه ان هم يعملوا اوفرات تقدر تسهل للمهاجمين، لان هو حل كبير جدا وحل مهم جدا لاي نادي في ظل الحاله اللي بيلعب فيها المنافسين قدام النادي الاهلي، التكتل الدفاعي، فما بيكونش افضل من ضربها عن طريق الطرفين، وتقدر تعمل اوفرات عشان يقدر تسهل على المهاجمين ان هم يجيبوا جون. ولو اتكلمنا على الخاصيه اللي مش موجوده ايضا عندهم، وهي خاصيه التصويب من خارج ال 18، فهي ايضا معدومه. فلو اتكلمنا على احمد فتحي وصابر رحيل اللي هم من الطرفين، فهم زي ما قلت في البدايه ما بيأدوش ودرجتهم 0/10. نروح بقى طبعا في نص الملعب، مفيش كلام كتير لان معروف: حسام عاشور، حسام غالي، صالح جمعة، عبد الله السعيد، مؤمن زكريا. هو راجل بيرص فيهم زي الشطرنج، بيشيل ده ويحط ده، بيشيل ده ويحط ده. اللهم يعني لولا وقف حسام غالي ما كان ظهر صالح جمعة، ومنذ ظهور صالح جمعة وبقى في شكل نسبي للنادي الاهلي. بس انا عايز اتكلم عن نقطة مهمة: النادي الاهلي لما بيلعب في الحته دي بالذات، طبعا باستثناء حسام عاشور ان هو بيلعب بان هو ليبرو في نص الملعب او اللاعب الديفندر الصريح اللي ما بيأديش غير مهام دفاعيه اكتر من اي حاجه، وبيسيب المهام الهجوميه للي قدامه. لو اتكلمنا على خط الوسط المهاجم للنادي الاهلي، لما بيتحط فيهم 3 صراع الوضع بيختلف. تعال نتكلم على شكل النادي الاهلي لما بيكون في موجود صالح جمعة، رمضان صبحي، ومؤمن زكريا، ومعاهم عبد الله السعيد بيكون ورا المهاجم الوحيد. تعال نتكلم على ال3 دول بالذات، هتلاقي بيكون في سرعه كبيره جدا وفي حلول كتير، حل من الاختراق من العمق عن طريق صالح جمعه، او من على الطرفين عن طريق سرعه وقوه رمضان صبحي وسرعه ومرونه مؤمن زكريا. لما بيبدل بقى وبيحط عبد الله على طرف من الاطراف وبيطلع رمضان وبينزل صالح على طرف من الاطراف، بتقل الخطوره تماما وبتنعدم الى حد ما. هنروح بقى للنقطة المهمة جدا قوي: الهجوم في النادي الاهلي هو برضو لغز ليه؟ جون أنطوي ابتدى مع النادي الاهلي اول 3 أو 4 لقاءات بشكل اساسي 100%. كان الراجل بيلعب من بداية المباراة، وكان بديله ايفونا. لو احنا حطينا شال مرة واحدة جون أنطوي ولعب ايفونا، وفي حالة اصابة ايفونا اللي حصلت في مباراة المقاولين، ولما جه يبتدي مباراة الداخلية بعمرو جمال، لقينا النادي الاهلي بيلعب من غير مهاجم، ودي حاجة كانت باينة جدا، لان حتى ما كانش عنده جاهزية عمرو جمال ولا جاهزية عماد متعب ان هم يبدأوا لقاء من اوله، ولا ان هم يبدأوا يكونوا المهاجم رقم 1 في النادي الاهلي. انا من وجهة نظري مفتقد جدا او بيظلم برضو ايفونا ان هو بيلعب بيه كراس حربة صريح. ومش هتكلم على ان احنا نلعب ب2 راسات حربة، ممكن تلعب بايفونا ورا جون أنطوي، اكيد هيفرق معاك كتير جدا في الحركة الهجومية عندك، بحيث ان ايفونا هو جاي من ورا وانطلاقاته بسرعته وبقوته بيكون افضل بكتير لما يكون مرمي في نص المدافعين، وما عندكش الحلول اللي هي ممكن تستغل حتى سرعته او تستغل قوته البدنية ان انت تقدر تعمله، او ما يكون في حد يقدر يوديله الكور اللي هو يقدر يروح بيها على الجون. بنلاقي ان قوة النادي الاهلي الهجومية يعني بتنتهي تماما عندما لما بيرجع ايفونا من جوه ال 18 يقدر يخرج عشان يستلم الكوره، او علشان مش لاقي حد يوصله للجون. ف من اهم الحاجات اللي احنا عند بيسيرو ان هو ما تفهمش حتى في الصفقات الجديده، ودي هنتكلم عنها بشكل منفرد، ان الصفقات اللي جابها النادي الاهلي ما لعبش منهم غير ايفونا، ولسه بنقول يا هادي مع صالح جمعة، وما شفناش حاجة عن حمدي زكي، ونادرا لما بنشوف احمد الشيخ. ودول وجودهم بشكل اساسي مع النادي الاهلي اكيد هيفرق كتير، وهيطور وهيغير من شكل النادي الاهلي اللي محتاج تغيير وتدعيم. ولو الراجل بيتكلم دايما على سياسة التدوير، فانت بتدور ما بين ناس وناس، لا انت سايب الناس المهمة اللي محتاجين عملية التدوير زي حمدي زكي وزي احمد الشيخ والناس دي، وبتعتمد وما زلت بتعتمد على القوام القديم اللي متمثل فيه عبد الله السعيد، حسام غالي، حسام عاشور، ووليد سليمان، واحمد فتحي. ودول يعني
بينقصهم الكثير من السرعة والقوة، واللي ما يقدروش يعملوا سياسة التدوير اللي انت بتقول عليها. الشباب يقدر يلعب الحتة دي، اما دول ما بقاش عندهم السرعات ولا ما يمتلكوش غير الخبرات والمهارة اللي بيمتلكوها. هنروح للحسنة الوحيدة اللي انا من وجهة نظري برضو الشخصية اللي عملها بسيره مع النادي الاهلي، وهو اللاعب الصاعد احمد حمدي. اللاعب ده انا بشوف ان دي الحسنة الوحيدة اللي عملها بسيره من ساعة ما جه النادي الاهلي، وهو اكتشاف ناشئ جديد في النادي الاهلي، وبدأ بيديله فرصته باستمرار. لو ما بدأش المباراة بياخد شوط، بياخد نص شوط، واللاعب بصراحة بيأدي بشكل كبير جدا ومميز جدا، وهيكون له دور كبير في الفترة اللي جاية مع النادي الاهلي. ويمكن لو اتكلمنا على دي فهي الحسنة الوحيدة اللي عملها بسيره مع النادي الاهلي حتى الان. عايز اتكلم في نقطة مهمة جدا، وهي نقطة مش عايز ادخل قوي جوه عملية اختيار المتمثلة في بسيرو، لكن انا هتكلم بشكل عام، والكلام اللي هقوله ده هيفهمه جدا اي حد لاعب كورة. ان في لعيب الكورة نوعين، في لعيب تمرين وفي لعيب مباريات. يعني ايه لعيب تمرين يعني ايه لعيب مباريات؟ لعيب تمرين ده لعيب بتلاقيه بينزل الملعب بيجيد جدا 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 في التمرين، وعنده حماسة واجتهاد وبيسعى وبيهين نفسه بلغة الكورة، وبيعمل كل حاجة في الكورة. وفي بقى لاعب اخر هو لعيب مباريات، هو اللاعب ده اللي بيفرق معاك في المباريات حتى لو ما كانش أدى في التمرين بالشكل المطلوب منه. وهذا بينطبق على مثال او على مثالين في النادي الاهلي مختلفين طبعا، هو احمد فتحي وجون انطوي على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. احمد فتحي من اللعيبه المجتهده جدا اللي تقدر تنزل في التمرين تموت نفسها، بيقنعك بشكل 100% ان انت لازم تلعبه في المباراه، بيجبرك ان انت تلعبه وتحطه في التشكيل الاساسي. لكن تعال هنا نتكلم في حته مهمه جدا، لما بتلاعب احمد فتحي وهو انت شايفه مجتهد وماشي في التمرين كويس وما بيأديش المطلوب منه، انت كدورك كمدرب ايه بيكون؟ يعني انت شايف في وجهة نظرك ان انت بتفضل مستمر عليه تلعبه علشان هو فقط بيتمرن كويس، ولا تلاعب اللعيب اللي ممكن يعمل لك ويحقق لك المطلوب منه في المباراة وهو الاداء او الثلاثة بونت او انت دورك ايه؟ ما بتقف وبتتفرج زينا زي الناس على لاعب بيتمرن كويس لكن في الملعب ما بيأديش بالشكل المطلوب، ولا بتشوف بديل ليه يقدر يعمل ده وده؟ مش عارف. انا من وجهة نظري هو بيتعامل بهذا المنطلق، لان احنا لو اتكلمنا على جون انطوي ممكن جون انطوي تحسه في التمرين وعلى فكرة اللي زي جون انطوي برضو نفس العينة عماد متعب، تشوفه في التمرين تحس انه ممكن تحس ان هو بيكسل، مش بيتمرن بجدية، مش بيدي التمرين حقه، لكن في المباريات بيفرق بشكل كبير. انت محتاج واحد يخلص لك مباريات، انت محتاج واحد يجيب لك ال3 بونت في ظل الصراع الرهيب اللي بنشوفه السنة دي على الدوري المصري. لأول مرة نشوفه بصراحة، لا يقل عن 5-6 فرق بيتنافسوا على صدارة الدوري المصري، ولسه الدوري طويل وأكيد الوضع هيختلف فيما بعد كعادة الدوري المصري، لكن بنتمنى أن تستمر المنافسة بهذا الشكل، وبنتمنى أن احنا نشوف كل الأندية بتؤدي بشكل جيد، حتى علشان نحس كمان احنا عندنا الدوري بتاعنا بقى كويس وبقى مختلف. وبنتمنى كل التوفيق لكل الأندية المصرية. وبكده بيكون انتهى الجزء الخاص بالتحليل عن أداء النادي الأهلي تحت قيادة المدرب البرتغالي باسيرو، اللي في حالة غضب شديدة جدا جدا من جمهور النادي الأهلي عليه نظرا لسوء النتائج وسوء الأداء. ودي نقطة مهمة جدا، يعني لو كان بيأدي بشكل كويس والنتائج مش معاه كان الوضع هيختلف، وبدأت الجماهير تحط مقارنة مع جاريدو اللي ما كانش معاه نص اللعيبة اللي بتلعب مع باسيرو، رغم كده كان بيكون في نوع أو شيء بسيط من الأداء أفضل من اللي موجود مع باسيرو. وعايز أتكلم على نقطة أخيرة ومهمة جدا جدا جدا، النادي الأهلي ما ينفعش يبقى ليه حجة. النادي الأهلي نادي كبير ومعاه لعيبة كبيرة ومعاه لعيبة ليها أساميها وليها وزنها، ما ينفعش تقول حجة النادي الأهلي دايما إن الملعب بيترو سبورت ما بيأديش مش عارف إيه. النادي الأهلي بيلعب في أفريقيا، بيلعب في ملاعب ما ينفعش يتقال عليها ملاعب كورة، ورغم كده كنا بنكسب وبنتعادل ولما بنتغلب ما كناش بنخرج دايما نقول اصل الملعب نجيلته
مش كويسة، اصل الملعب مساحته مش قانونية، اصل الملعب ضيقة. انت لو بترو سبورت مساحته ضيقة، فانت في افريقيا يا باسيرو هتقابل ملاعب قد اوضه اللبس اللي انت بتتمرن فيها، وهتبقى مجبر تلعب، وهتبقى مجبر تكسب، وهتبقى مجبر تجيب ال3 بونت، لان انت مش هينفع تكون نادي بطولة وانت مازال حجتك هي الملعب. النادي الاهلي نادي كبير، نادي عريق، يلعب في اي ملعب ويلعب في اي مكان، لان ده مش حجة ومش مبرر ان انت كل ما تخسر 2 بونت او 3 بونت تخرج تقول اصل الملعب هو اللي وحش. بكده نكون وصلنا لنهاية فقرتنا او النهاردة، وهي تحليل اداء النادي الاهلي تحت قيادة باسيرو. هستنى كومنتاتكم ورسائلكم، وهجاوبكم على اي او على كل استفساراتكم. الى اللقاء وفي تحليل جديد مع عيشها كورة مع محمد ابراهيم.